مصلحة فريق الهلال لبعد من جانب الدفاع وخطيرة كاريكا يسدد وجول كاريكا في الدقيقة الثامنة ينجح القناص مدثر كاريكا في إطلاق صاروخ قوي داخل الشباك الأهلاوية ويعلن أول أهداف المباراة، ولكن حكم يعامل بمبدأ تحت الفرصة وهدف. الهدف الثاني لمصلحة فريق الهلال في الدقيقة السادسة. هدف إبراهيم ساني. نتابع انطلاقة كاريكا على الناحية اليمنى والعرضية داخل منطقة الجزاء وساني الخالي من الرقابة والتمرير داخل المرمى. هدف هلالي ثاني إبراهيم ساني. إذن هدف ثاني للهلال من إبراهيم ساني في الدقيقة السادسة